السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقتنا النهاردة بنتكلم فيها عن حرف الجي، وزي ما احنا عارفين ان حرف الجي عندنا في اللغة الانجليزية ليه صوتين، two sounds. ايه هما الصوتين دول؟ تعالوا نتعلمهم كده. ليه صوت الجاء والجاء اللي هي بنسميها كده او بنشبهها زي الجيم المصرية والجيم السعودية. احنا كمصريين بنقول جمل، السعوديين بيقولوا جمل. فهو حرف الجي ليه الصوتين دول، جاء وجاء. وتعالى نتعلم يلا القواعد اللي بيتقال فيها جاء واللي بيتقال فيها جاء، وهنتكلم كمان على الاكسبشنز اللي في الحالات الاتنين، وكمان هنتكلم في الحرف النهارده عن الاصوات بتاعته اللي بيحصل فيها دروب او بيبقى سايلنت. ويلا نبدا وليتس جيت ستارتد. اول قاعده معانا حرف الجي لما بيجي بعده الايه بنطقه جا، لايك جاب، جاز، جاردن، جانج. كان عندي في حالات شاذة زي جيم، جيت، جين، جاي. تاني قاعدة معانا الجي لما بيجي بعدها او بنطقها جو، لايك جو، جولد، جول، جوت، جوين، جولدن، جات. لكن الكلمة دي سماعية، جان، جاد. طيب تالت قاعدة معانا وهي الجي مع اليو بنطقها جا، لايك جات، جم، جن، جلف، جايد. لكن الكلمات دي كلمات سماعية لايك جيست، جيس. نروح لرابع قاعدة وهي الجي مع ال وتنطق جل، لايك جلاس، جلاسز، جلوبال، جلو. خامس قاعدة معانا وهي الجي مع الار وبنطقها جر، لايك جرين، جريد، جريت، جروب، جريبز، جريد. اخر قاعدة معانا وهو بينطق فيها جاء لما بيجي في اخر الايه الكلمة، لايك كينج، وينج، ليج، لوج، سونج، فروج، dog, bag, flag, sing, thing. ويبقى احنا كده خلصنا صوت الجاء. تعالى بقى هنروح لصوت الجاء. اول قاعدة معانا في الجاء لما بيجي بعده حرف الاي، يعني الجي مع الاي بنطقها ج، جيم سعودية، like giraffe, gist, ginger, magic, logic, engine. لكن في عندنا exceptions في الحالة دي زي الكلمات دي give, girl, begin, gift. دي تاني حالة الجي مع الاي بنطقها جي، like gene, germ, gem, generate, page, cage, manage. لكن عندي الحالات دي او الكلمات دي كلمات سماعية بنطقها جيم مصرية like get, forget, target. عندنا كمان الجي مع الواي بنطقها جيم سعودية like gym, energy, technology, geology. احنا كده خلصنا قواعد الجيم المصرية والجيم السعودية. تعالى بقى نعرف ان حرف الجي ما بيتنطقش. اول حالة حرف الجي ما بيتنطقش فيها لما بيجي بعده حرف الاتش، يعني الجي مع الاتش ما بيتنطقش. ركز كده، light, fight, tight, right, sight, night, light, flight. لكن تعالى بقى الجي اتش في الكلمات دي بتنطق فاء like laugh, cuff, tough, rough, enough. تاني حالة ما بيتنطقش فيها حرف الجي لما بيجي بعده حرف الان like sign, design, resign, assign, assignment, champagne, foreign. لكن تعالى الكلمات دي exceptions يعني سماعية، هنا حرف الجي بينطق like signal, signature, resignation, dignity. نخلي بالنا كده ان حرف الجي لما الدي بيجي مع الجي بيحصل ايه؟ بننطق الكلمة دي جاء، يعني بننطقها كده زي الجيم السعودية like judge, bridge, knowledge, gadget, budget, fridge.
طيب خلي بالك كمان ان حرف الجي لما بيجي في اخر الكلمه احنا بنعمل له دروب، بمعنى يعني بنخفف الكلمه عشان ايه؟ نظبط اللينكن. like reading كنا بنقولها زمان reading، لكن هنقولها دلوقتي reading، speaking، writing، listening. تمام؟ فحاول تطير حرف الجي لما يجي في اخر الايه؟ الكلمه. وبكده نبقى وصلنا لنهايه الايه؟ الحلقه، ونبقى اتعلمنا امتى ننطق حرف الجي جاء وايه؟ جاء جاء جاء، وكمان عرفنا الحالات اللي ما بيتنطقش فيها حرف مين؟ الجي. ولو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والكومنت، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. سلام.